أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس واحد حكما بالسجن ضد الصحفي والكاتب محمد بوغلاب، وذلك لمدة شهرين، وحمل المصاريف القانونية عليه، وإسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في الشكاية المرفوعة ضده من طرف مرصد رقابة في مايو 2021. هذا وأوضح مرصد رقابة في بلاغ أن الشكاية المرفوعة ضد بوغلاب تتعلق بأعمال تحيل ارتكبها تجاه مؤسسة الإذاعة الوطنية وحصوله على منافع من المال العام دون وجهة حق. واعتبر المرصد أن الحكم مخفف، لكنه يؤكد الإدانة، مشيرا إلى أنه سيعلن في الإبان عن الخطوات القانونية القادمة. ومن جهته كشف الإعلامي محمد بوغلاب أن الحكم الصادر أمس في حقه ابتدائي ويقضي بسجنه شهرين مع تأجيل التنفيذ. وأوضح بوغلاب في تدوين على صفحته أن محاميه سيتولى الاستئناف على الحكم، وأن الشكاية موضوع القضية رفعها ضده مدير الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدايمي، الذي اعتبره بوغلاب فالحا في ملاحقة خصومه فقط. أضاف أن الشاكي ادعى أنه مارس نشاطا خاصا بمقابل دون أن يكون له ترخيصا في ذلك حسب قوله.